وازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لك النهارده يا برو فيديو، افجر فيديو ممكن تلاقيه على اليوتيوب كله يا برو. طريقه سحب اي معلومات جهاز. يعني انت متخيل بعد الفيديو ده يا صاحبي تقدر تسحب معلومات اي جهاز؟ ممكن تسحب جهات الاتصال، ممكن تسحب البرامج والارقام، يعني كل حاجه في التليفون هتبقى معاك طبعا، ما عدا ايه؟ سحب الصور. وانا نزلت الفيديو بتاع سحب الصور عندي في القناه، تقدر تخش تشوفه اوريه لك دلوقتي اهو يا برو. الفيديو بتاع اسهل طريقه سحب الصور، يعني مش هتلاقيها، محدش هينزل الشرح بتاعي ده، محدش بينزل. هو مفيش لسه تفاعل في البدايه، بس الشرح سهل جدا والناس شافته، والناس بتقول ان هو سهل جدا. طيب نرجع بقى للفيديو بتاعنا يا برو. هنحتاج التطبيق ده اللي انت هتبعته للضحيه، وتقدر تغير اسم البرنامج. يعني مثلا هو معمول زياده متابعين، ممكن تخليه نسخه واتس وتغير الصوره، وهشرح لك ده في الفيديو. عايز مثلا تخليه اي حاجه تانية انت عاوزها تقدر تعملها. وهنحتاج طبعا ام تي ماجنجر، وهسيب لك برضو لينك التحميل بتاعهم في الوصف او في اول تعليق مثبت. تمام. وهنحتاج التليجرام، هو نفس فيديو سحب الصور بس مختلف شويه. طبعا اول حاجه نبدا نخش على التليجرام، وتيجي عن خانه البحث. تمام. وهتبحث عن بوت فازر. هتبدا تعمل ايه؟ ثانيه واحده. تمام يا برو. هتبدا تبحث عن بوت فازر. تمام. BOT اهو البوت تبدا تخش على البوت بوت فازر. تبدا تخش عليه وتبدا تدوس هنا على العلامه اللي بشاور لك عليها ديت، وتبدا تختار اول واحده. تمام. وتستنى لما يبعت معاك. تمام. هو يبعت بس عشان ايه؟ الشبكه بس. المهم يبعت معاك، وبعد كده ايه؟ ثواني واحده بس كده اظبط حاجه. تمام. بعد ما يبعت معاك هيظهر لك الرساله ديت، يظهر لك الرساله اللي تحت ديت. هتبدا تكتب هنا اسم البوت، يعني مثلا اكتب سحب معلومات الجهاز مثلا، او اي اسم تاني انت عاوزه مش مهم. وتبدا تبعت، وتبدا هنا تكتب ايه؟ هتكتب اي هبد انجلش كده. تمام. تهبط في الكيبورد، وفي الاخر هتكتب بوت BOT. الموضوع سهل لحد دلوقتي. هتبدا تلاقي الرساله تعليقات لك ديت، الرساله الطويله ديت. تمام. هتلاقي في اول رساله لينك اهوت، ده لينك هتبدا تخش عليه ينقلك على بوت اهو. وهتبدا تدوس هنا تفتح البوت، وتبدا تعمل بدء من تحت. تمام. هترجع بقى وتخش على البوت فازر تاني، وتبدأ تاخد اللي انا هشاور لك عليه ده، نسخ التوكن. تمام. هتعرفه منين؟ ممكن محدش يشوفه. هتبدأ تختار ديت، في كلمة اسمها توكن هنا اهي، كلمة اسمها توكن. هتبدأ تاخد من تحتيها اللينك ده اهو، هتلاقيه بيتنسخ معاك. تمام. هتطلع تبحث في البحث تاني عن حاجة اسمها اي دي بوت. تمام. اي اهو يا معلم. هتبحث عن البوت وتبدأ تخش عليه وتبدأ تدوس ستارت. تمام. تمام. هتدوس ستارت، وبعد كده تاخد هنا الاي دي بتاعك نسخ. تمام. يبقى احنا خدنا التوكن نسخ والاي دي نسخ. هنطلع بقى ونخش على الام تي ماجنجر. تمام. نبدأ نفتحه كده وندوس هنا على الثلاث شرط اللي فوق دول. تمام. وبعد كده تختار اكسترا اي بي كي. هيفتح لك طبعا التطبيقات بتاعتك. هتبدأ تختار اللي هو تمام. هتبدأ تختاره وتدوس هنا، وبعد كده هنا. بعد كده يظهر لك هنا زي ما انت شايف. هتبدأ تدوس عليه وتبدأ تختار فيو، وبعد كده اسيست. تمام. هتلاقي الملف اللي اسمه توكن اهو، ملف اللي اسمه توكن اهو. تبدأ تخش عليه وتمسح تمسح كل ده، وتحط التوكن اللي احنا نسخناه بالبوت فازر. تمام اهو. وبعد كده تدوس هنا، تبدأ تدوس على العلامة ديت، لازم تدوس هنا. تمام. عشان يتحفظ معاك. وتطلع وتبدأ تدوس على اوكي، بس لازم علامة الصح دي تتفعل زي ما هي متفعلة كده، متلعبش فيها، وتدوس اوكي. طب لو ظهرت لك الرسالة ديت ما تدوس هنا،
تمام. دوس في اي مكان في الشاشه هتلاقيها اختفت اساسا. تمام. هتلاقي هنا الملف الاي دي، ملف الاي دي هتبدا تخش عليه برضو تعمل نفس الكلام، هتمسح ده وتحط الاي دي. تمام، لان خدناه من بوت اي دي. ركز هنا، وبعد كده لازم تدوس هنا عشان يحفظ، وتبدا تطلع وتدوس اوكي. تمام، زي ما عملنا في التوكن. تمام، احنا كده خلصنا. تبدا ترجع لورا، ترجع لورا تاني وتبدا تدوس عليه تاني. تمام، وهتدوس تثبيت. ده لو انت خلاص استقريت على كده. طب مثلا لو عايز تغير الاسم ده او الصورة ديت، يعني مثلا عايز تقنعه بحاجة تانية براحتك. فلو عايز تعمل كده تعمل ايه؟ هتدوس هنا العلامة ديت، وهتنزل تحت هتلاقي حاجة هنا ايه، اللي هي اخيرا مود دي اللي انا بشاور لك عليها. تمام، هتلاقي الاسم هنا ظهر لك هنا. تمام، هتلاقي الاسم هيظهر لك هنا في الخانة ديت، ممكن يظهر لك هنا. هتبدأ تدوس عليه وتمسحه وتحط الاسم اللي انت عاوزه. تمام، لو عايز تعمله برضو من اي بي كي اديتور براحتك، عاوز تعمله من هنا برضو براحتك. تمام، فانا هسيبه كده. هبدأ بقى ادوس تثبيت، يبدأ يتثبت معايا. واي حد هيفتحه ويديله سماح هينقل كل المعلومات على البوت اللي احنا عملناه. اذا كان انت اي حد هتبعته له، هندوس فتح كده وهتديله سماح. لازم يديله سماح عشان الايه، المعلومات تجيلك على على البوت. طب لو ظهرت لك الرسالة ديت، ثانية واحدة هتدوس ايه، عدم التذكير وبعد كده تجاهل. تمام، هيبدأ يفتح معانا كده وهيدينا سماح. هيقول لك انا هل تريد السماح او لا، بس عشان انا فتحت التطبيق ده قبل كده فمش هيظهر لي تاني. انت واخد بالك؟ لما انقلك على الموقع ده هتعرف ان كله كده خلاص اتسحب. هبدأ اخش على التليجرام بقى واشوف ايه اتسحب ولا لا. ندور على البوت اللي احنا عملناه اللي هو ايه، سحب معلومات الجهاز. نبدأ نخش عليه. تمام يا برو، انت زي ما انت شايف هو سحب كل حاجة عندي في التليفون. اه، سحب اسم الجهاز هواوي. تمام، سحب البطارية، البطارية 61. لو لاحظت هنا برضو هتلاقي البطارية 61. تمام، هتلاقي البرامج بتاعتي اللي على التليفون، الواتساب، البرامج بقى طبعا كلها. حتى تلاقي هنا طبعا البرامج الفيس وكده. هتلاقي البرامج كلها اللي عندي، هتلاقي الجيميلات بتاعتي، وهتلاقي المواقع ومعلومات التليفون. وطبعا هنا جهات الاتصال، بس طبعا انا خافيها عشان طبعا دي حاجات شخصية. بس هو يظهر لك ايه، الارقام هنا. لو ظهر لك الرسائل زي ما انت شايف، الرسائل اهيت والارقام وكده. كده يا برو وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. متنساش يا برو تشترك في القناة وتعمل لايك على الفيديو دوت، واشوفكم في فيديو جديد وشرح جديد.